تنجز كده وتيجي دغري وتقول مين اللي كان قاعد امبارح؟ انت مش عايز تساعدنا ولا ايه؟ لعلمك احنا مش هننساك برضه، هنديك الحلاوة. من غير حلاوة يا حلاوة انتي يا قشطة بالمربى. انت معكسنا ولا ايه يا جدع انت؟ ما تلم نفسك اياك اتحشم. اللي كان قاعد امبارح هنا كان الحاج سميدة والحاج حميدة والحاج فتوح كان قاعد على الترابيزة التانية، والترابيزة اللي جوه دي كان الحاج ممدوح ومعاه عيل صغير. انت سامعه اللي انا سمعته يا احلام؟ دول الناس اللي ابوكي قايل ان هو على اختلاف معاهم. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنا عمالين نضيع وقتنا مع العبيط ده. خلاص هتمشي وتسيبني جريح، ليه تعملي كده في الطائر الدبيح؟ الله ايه الحلاوه دي؟ أبوك ده صديق عمري وعشرة عمر، ولكنه هو اللي مرضاش يديني الأرض بتاعته، وراح يديها لحد تاني غريب ويقول لي أنت عندك أرض تانية. بس أنا زعلت منه، لكن أنا هو حبيبي ما اقدرش أطول في الخصام. أنا أقول لك أنا مخاصم أبوك ليه؟ أبوك على طول بيتنمر عليا ويتريق على شكلي عشان أنا الغلبان اللي فيهم. أنا عشانك ده شايل منه وزعلان. كان نفسي أخطبك للولا حماد ابني واد جدع وكسيب، بس أبوك ما وافقش عشانك ده زعلان وشايل منه. معلش بقى يا عم فتوح، كل شيء جسمه بنصيب. راضي وهو منفوخ عامل شبه الكورة الكفر. هو أنا هفضل قاعد هنا زي خيبتها كده؟ أنا مش عارف أعمل إيه في المصيبة اللي جايالي دي. صوتي بقى مسرسع زي الحريم، والله ما عارف أعمل إيه. كل مصالحي وشغلانتي اتعطلت. ايه هي؟ ما تصلي على النبي كده يا حاج وتسيبها لله وبإذن الله هتفرج. يا فضحت بين المستثمرين الكبار، يا فضحت بين رجال الأعمال، يا فضحت في البلد كلياتها. أعمل إيه يا شربات؟ أعمل إيه؟ يا حاج بقول لك ارمي حمولك على الله، وإن شاء الله بناتك الحلوين هيجيبوا اللي عمل كده من جفاه وهياخد علقة موت ما خدهاش حمار في مطلب. يا ريت يا شربات، عشان شكلي بقى فانيلا قوي، مش عارف أوري للناس وشي. ارفع راسك يا راجل، كفاية كده. انت في نظري عامل ايه؟ انت عارف مهما صوتك سرسع ولا حتى راح فانت لسه راجل في نظري. ده احنا على الحلوة والمرة مع بعض يا سي همام. انت اللي مصبراني على الهم ده كله يا شربات، ربنا يخليكي ليا. وبعدين يا احلام احنا مش عارفين نوصل لعم ممدوح ده، يا ترى راح فين؟ مش عارفة والله يا ابتهال، انا شاكة في عم ممدوح ده، بيقولوا عليه راجل بتاع مقالب وبيحب يهزر، بس الظاهر ان هزاره تقيل شوية. وده كلام برضه يا احلام؟ هو ده هزار؟ ده كده بيأذي ابونا وبيخليه مسخرة وأضحوكة. مش بقولك انت من ساعة ما قعدت تسمعي التركي ده وانت مخك لحس أضحوكة؟ اسمها مضحكة. يعني انا اللي غلط يا احلام؟ لا بقى هي اسمها أضحوكة. خلاص خلاص ما تقضينا بسكاتك، خلينا في المصيبة اللي احنا فيها دلوقتي ديت. وانت هتعملي ايه دلوقتي يا احلام؟ هترجعي تاني تتكلمي مع الواد العبيط القهوجي ده؟ احنا مضطرين يا اختي، هنعمل ايه يعني؟ يا قهوجي. ايوه جاي يا عيوني القهوجي، انتوا رجعتوا تاني؟ يا عيوني يا قلبي يا عمري يا حياتي يا كبدي يا روحي. خلاص 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 خلاص، في ايه يا جدع انت هتغنيها لنا تاني ولا ايه؟ انت ليه مش حاسه بيا يا استاذه؟ مش حاسه باللي في قلبي؟ في جوا قلبي حاجه مستخبيه، كل لما باجي اقولها لا مش هقدر. عارفه يا احلام لو مش صوته حلو كنت ضربته بالجزمه. وخلاص بقى يا جدع انت صدعتنا. انا عايز اسالك سؤال. وجموريني تلاقيني شباكي لباكي. اللهم طولك يا روح، نهايته. بص يا جدع انت ما تعرفش عم ممدوح ده بيقعد فين؟ احنا لفينا عليه البلد كلياتها مش لاقيينه، يكونش سافر ولا ايه؟ عم ممدوح ده يا استاذه معروف بين البلد كلياتها بالمقالب، يعمل العمله من دول وبعد كده ما تشوفيش وشه لحد ما يطلع هو ويضحك على اللي عمله.
وبعدين بقى في الراجل ده، اليوم خلص والليل ليل ولازم نروح. تعالي يا بنتي يا ابتهال نروح دلوقتي نشوف ابوكي عامل ايه، وبعدين الصبح نشوف هنعمل ايه، والصباح رباح. خير يا بنات، يا رب تكونوا جايبين لنا اخبار حلوه. اصبر عليهم بس يا حج ياخدوا نفسهم. ها يا حبايبي اقعدوا، عملتوا ايه؟ احنا اسفين يا بوي، لحد دلوقتي ما عرفناش نوصل لعم ممدوح. رحنا لعم سميدة وعم حميدة، وكمان رحنا لعم فتوح، وكلهم بيعزوك وبيحبوك، وكلهم قالوا ان حتى الخلافات اللي معاك ما تخليهمش يأذوك. بس احنا شاكين في عم ممدوح بتاع المقالب ده. ايوه صحيح، ازاي فات علي الموضوع ده؟ هو ممدوح ما فيش غيره اللي بيحب يعمل المقالب ديت، وانا كمان كنت عملت فيه مقلب قبل كده، فاكيد عيردهولي. للأسف يا بوي دورنا عليه بكل مكان في البلد، وسألنا عليه إذا كان مسافر ولا لا، لكننا مش لاقيينه، فص ملح وداب. والله يا بوي احنا تعبنا النهارده خالص، حتى أحلام تعبت جدا. إن شاء الله بكرة الصباح رباح وندور عليه. أنا لسه هفضل محبوس كمان. يعني يا وجعة السودة. ما تبطل ندي بقى أنت بقى يا راجل. يا رب جيب العواقب سليمة النهاردة، يا رب صوتي يرجع لي. يا رب توفقنا النهارده ونلاقي ممدوح. يا رب ربنا يسامحك يا ممدوح على اللي انت عملته في الراجل ده، مش عارف ينام طول الليل. يا وجع مربربة، الحج زبيدة هتضحك عليا دلوقتي. سلام عليكم، كيفك يا حش همام؟ وكيف شوتك؟ عامل ايه دلوقتي؟ انت كيف عرفت بصوتي؟ الظاهر ان كل البلد بتتكلم وتتحاكى علي، بقيت مسخرة. أنا أول واحدة أعرف في البلد كلياتها عن شوتك ده يا همام. قصدك ايه بالكلام الماسخ ده يا حجة زبيدة؟ قصدي إن أنا اللي عملت كده في شوتك. فاكر وانت رايح اجتماع العمل عديت في الطريق على بتاع القشب، أنا كنت واقفة هناك وحطيت لك في كوبايتك النبات المسحوق ده علشان شوتك يروح، بس انت ما أخدتش بالك وكده انتقمت منك. تنتقمي مناني؟ بس انا عملت لك ايه؟ اذيتك في ايه يا حجة زبيدة؟ ما انت اللي طفس وما قلتش على القصب اللي انت شربته ده، قلت لنا على الشاي بس، خليت العيال يدوروا في القهوة بس، كان زمانهم دلوقتي هيدوروا هناك في محل القصب، بس انت اللي طفس. عيبك ده يا ولية تحشمي، عندنا ضيوف. فاكر لما مرضتش يا همام انك تشاركني وتقول لي ده مشروع فاشل؟ انا بقى كبرت المشروع وبقى عندي بدل الكتكوتين 5 كتاكيت، وبدل ال5 كتاكيت بقى عندي 50، وبدل ال50 بقوا 500 كتكوت، وعيكبروا دلوقتي وعبيعهم فراخ جميلة كبيرة مربربة، وانت قاعد كده زي خبتها. حبيت اعلمك درس وانك ما تتريقش عليا. ليه كده يا ولية يا مفترية انتي؟ ده الراجل قاعد على اعصابه، كنت تعالي واحنا نتقصف لك يا ستي. رجعيلي صوته والنبي يا حجة زبيدة. أنا جاي عشانك ده يا همام، ما تقلقش، أنا هديلك المشل خلاص اللي ترجع به شوطك تاني. أنا خلاص علمتك درس وكمان فرحت وشفيت غليلي. يا أحلام تعالي يا بنتي انت وابتهال. أيوة يا بوي، مين عندنا ضيوف؟ دي الحجة زبيدة يا بنتي اللي أنا قلت لك عليها، كان معنا خلاف وهي اللي طلعت عاملة فيا المقلب ده، بس خلاص أنا اتعلمت الدرس وما عدتش اتريق على حد ولا قلل من قيمته. حقك عليا يا حجة زبيدة واديني المصل الله يخليكي. خدي يا أحلام يا حبيبتي المشل ودوبيه في شوية مية بسكر واديهم لابوكي، هيرجع شوته زي الجول يلعلع. يلا سلام عليكم وما تزعلوش مني يا جماعة. اتفضل يا بوي، اتفضل المية اهي، يا رب ان شاء الله بالشفي. اما شوفك ده صوتي. ايه صوتك رجع اهو يا حاج، الف مبروك. الف مبروك يا بوي، صوتك رجع يلعلع من تاني. الف مبروك يا بوي، الحمد لله على السلامة. الليلة عيد يا ولاد، لازم نحتفل. يلا يا بت شغلي لنا حاجة خلينا نحتفل. هنوزع على البلد كلياتها شربات، لازم امشي في الطريق والناس كلها تشوف صوتي وهو ملعلع تاني. الحمد لله على السلامة يا سيدي الرجالة.